وسط دخان المعارك وصوت الرصاص اتولد أسطورة بطل مصري لا يقهر، شهيد وقف لوحده في مواجهة جيش كامل أطلقوا عليه أسد سينا، وهو الشهيد سيد زكريا خليل. شجاعته فضلت مخفية 23 سنة لحد ما جندي إسرائيلي كشف عن بطولته اللي اتكتبت بحروف من نور في تاريخنا. القصة بدأت في نهاية سنة 1996، وفي الوقت ده كان سيد زكريا متسجل ضمن المفقودين في حرب أكتوبر سنة 73. وفي السنة دي الجندي الإسرائيلي اعترف لأول مرة للسفير المصري في ألمانيا إنه قتل سيد زكريا، وأكد إنه كان مقاتل شجاع وقدر يقتل 22 جندي إسرائيلي لوحده. الجندي الإسرائيلي ده سلم للسفير المصري حاجات تخص البطل زي السلسلة العسكرية بتاعته والخطاب اللي كان كاتبه لأبوه قبل استشهاده، وقال إنه احتفظ بالحاجات دي طول الفترة دي تقديرا لبطولة سيد زكريا، وإنه بعد ما قتله دفنه بنفسه وضرب 21 طلقة في الهوا تحية ليه. قصة الشهيد سيد بدأت لما جت التعليمات لفريقه المكون من 8 أفراد في أكتوبر 73 إنهم يطلعوا على جبل الجلالة في منطقة راس ملعب، وقبل ما يوصلوا للجبل واحد من الفريق استشهد في حقل ألغام، وبعدها قائد المجموعة النقيب صفي الدين غازي أمرهم يستخبوا ويمسكوا دفاع حوالين التبة اللي كانوا فيها، لأن التبة دي تنفع لصد أي هجوم. وفي الوقت ده ظهر 2 من بدو سينا وقالوا لهم إن في نقطة شرطة إسرائيلية قريبة، وبعد ما مشيوا ظهر 50 دبابة معادية ومعاهم طيارتين هليكوبتر، وبدأ الفريق المصري يستخبى ويستعد للمهمة. الطيارات نزلت مجموعة جنود إسرائيليين بالمظلات عشان يحاوطوا المكان، والجندي المصري حسن السداوي ضرب قذيفة RPG على واحدة من الطيارات وأصابها. المعركة استمرت وكل زمايل سيد زكريا استشهدوا، وهو فضل يقاتل لوحده، كان بياخد سلاح زمايله اللي استشهدوا ويضرب على القوات الإسرائيلية من أماكن مختلفة، لدرجة إنهم افتكروا إنه في قوة مصرية كبيرة موجودة فطلبوا دعم إضافي. سيد فضل يقاتل لحد ما خلصت ذخيرته، وفي الآخر تم تطويق المنطقة واستشهد بعد ما قتل 22 جندي إسرائيلي. لما وصل الضابط الإسرائيلي لجثمان سيد زكريا اندهش وقال: إيه الروح البطولية دي؟ وخد متعلقات البطل واحتفظ بيها لحد سنة 1996 لما سلمها للسفير المصري. لما رئيس الجمهورية عرف ببطولات سيد زكريا منحه نوط الشجاعة من الطبقة الأولى، وأطلق اسمه على شارع في حي مصر الجديدة تكريما ليه. في النهاية هتفضل قصة شهيد السيد زكريا خليل عايشة في قلوبنا عشان تفكرنا إن الشجاعة والبطولة عمرهم ما بيموتوا، دي بتخلد صاحبها مع مرور الزمن. مهما عدت السنين هتفضل روح البطولية ملهمة لكل الأجيال اللي جاية وبتشجعهم على مواجهة أي تحديات. خلي اسم سيد زكريا يبقى رمز لكل واحد بيحاول يحقق المجد، ويكون في بالنا دايما إن كل شهيد هو بطل في نظر وطنه، وذكراها هتفضل موجودة عند كل مصري.